السؤال ده اللي حير عائلات بحالها ووقع أسر في بعض، وناس كتير فضلوا يتجادلوا فيه على مين بيحبك ومين بيكرهك أكتر. هل عيلة أمك ولا عيلة أبوك؟ النهاردة أنا هجاوبك على السؤال ده بحقائق كاملة بما لا يدع مجال للشك، وهتطلع في آخر الحلقة عارف الإجابة اللي تقدر تجاوب بيها على أي حد. فتابع الحلقة للآخر عشان تعرف الإجابة، وما تنساش تعمل سبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الحلقة. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ من اكتر الاسئلة اللي الناس بتقعد تسألها خصوصا العائلات ما بينهم وبين بعض هو مين اللي بيحبك اكتر؟ هل عيلة امك بتحبك اكتر ولا عيلة ابوك؟ وكذلك مين بيكرهوك اكتر؟ فخلينا الاول نربط موضوع حبهم وكرههم الاتنين مرتبطين ببعض. اللي بيحبك اكيد ما بيكرهكش، واللي بيكرهك كذلك ما بيحبكش، فبالتالي احنا نقدر نطلع اسباب كتيرة لحبهم ليك، وده المعروف او ده الطبيعي. ولكن النقطة اللي الناس دايما بتختلف فيها هي فكرة اسباب كرههم ليك. في الواقع انت لما بتيجي تسمع كلمة كره فبتقول الموضوع مش للدرجة دي، يعني مش درجة كره، لان الكره كلمة كبيرة شوية وكلمة عميقة. ولكن خليني افهمك ان الكره ليه صفات كتيرة وليه معاني كتيرة. مش معنى انك بتكره حاجة فان انت عايز تقضي عليها وتخلصها. يعني مثلا انت بتحب اكلة معينة وما بتحبش الاكلة التانية، بتكره الاكلة التانية، مش معنى كده ان الاكلة التانية دي اللي انت بتكرهها هتروح تكسر المحلات بتاعتها وهتروح تسوق سمعة الاكلة وتقول عليها كلام باطل وكل الكلام ده. لا، مجرد ان انت بتكرهها، ما بتحبهاش، ما بتستلطفهاش، ما بتفضلهاش، فده معنى الكره. والكره ليه اشكال كتيرة قوي، منها مثلا حتة الحقد، منها موضوع الحسد، منها موضوع استكتار النعم عليك. ممكن يبقى في تصور ان هم شايفينك في مكانة او حاجة معينة انت ما تستحقهاش، كل الكلام ده اللي بيبقى ليه تبريراته. ولكن نرجع بقى نلوم بالموضوع اكتر، هو مين اللي بيكرهك اكتر؟ هل هم عيلة امك ولا عيلة ابوك؟ الطبيعي ان انت بتتربى فترة طويلة قوي، فترة بقى الطفولة المبكرة اللي بتبقى انت فيها قريب من امك اكتر، فبالتالي اي حاجة ليها علاقة بامك انت بتبقى شايفها ان دي احسن حاجة، وان عمر امك ما هتقربك او توديك لحد هي مش واثقة فيه او حد وحش. فبالتالي بيتربى عندك المنطق ان هي لو قالت لك ان عيلة ابوك وحشين وبيكرهوك فانت ممكن تصدق الكلام ده. ولكن مش ده دايما الحقيقة، ما ممكن تكون عيلة امك هي اللي بتكرهك، ممكن تكون عيلة ابوك عيلة طيبة، ممكن تكون عيلة امك فيها مشكلة. احنا هنا بقى بنضطر نحط الحقائق بقى اللي تثبت لك امتى تعرف ان عيلة ابوك هي اللي بتكرهك ولا عيلة امك هي اللي بتكرهك. استكمالا للنقطة اللي احنا بنتكلم عليها ان الكره ليه اشكال متعددة، ولكن الكره هو المعنى المقابل لكلمة الحب، فيا اما بيحبك يا اما بيكرهك. ازاي انت بقى في موقفك تقدر تعرف عيلة ابوك ولا عيلة امك هم اللي بيكرهوك؟ في البداية لازم تعمل فصل تام ما بين العائلات، يعني ما تجمعش كله في سلة واحدة. ما ينفعش ان انت تقول عيلة الام كاملة بتكرهك ولا عيلة الاب كلها بتكرهك، لان ده اسمه تعميم، والتعميم مبدئيا بيكون غلط، لان مش كل حاجة بينفع تعميمها على الجميع، في استثناءات وفي حالات خاصة. طيب يبقى احنا كده اول جزء ان عائلة امك لو في مثلا عندك كام خال وكام خالة، ده انت هتفصلهم، مش هتجمعهم كلهم ان دي كلهم بيكرهوك او كلهم بتحبوك. وكذلك في عيلة الاب مش هتجمع تقول عندك كام عم وكام عمة كلهم بيحبوك او كلهم بيكرهوك، انت هتبتدي تفصل، تاخد كل عائلة لوحدها، وتبتدي بقى تعمل النظرية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هتحدد لك موقعك في كره وحب كل عائلة دي. اولا بيجي جزء انت شخصيا عبارة عن ايه؟ انت عبارة عن استكمال لعائلتك. يعني معنى الكلام ده انك انت ليك اب بيشتغل شغلانة فلانية، ليه وضع اجتماعي معين، وليك ام برضو بتشتغل الشغلانة الفلانية او ربة منزل وليها وضع معين من عائلتها بقى والحسب والنسب وكل الكلام ده، وانت جيت امتداد للعائلة دي. هنا انت امتداد للتكوين ده، فبالتالي بيتنظر لك على انك مثلا ابن مين
ومفروض تبقى فين ووصلت لايه. هنا بقى بيتحدد الناس دي بتحبك ولا بتكرهك. عايزين نفسر الكلام شوية عشان يوصلك المعنى كامل. نفسره ازاي؟ نضرب مثال. انت واحد مثلا ابوك بيشتغل دكتور وامك مثلا مدرسة، تمام؟ الطبيعي والمعروف ان انت سهل جدا ان انت تشتغل دكتور زي ابوك، لان في حاجات كتيرة بتتورث. فبالتالي لو انت اشتغلت مثلا نفس وظيفة ابوك فانت كده امتداد طبيعي للعيلة، لان انت ابوك اصلا دكتور. طيب نضرب مثال تاني عكسي بقى، ان انت مثلا ابوك موظف بسيط ايا كانت الشغلانة اللي بيشتغلها، ولكن موظف دخله محدود، معروف مفترضات مرتبه وكل حاجة، ووالدتك كذلك موظفة في اي مكان او ربة منزل، معروف الدخل بتاعكم، معروف كل الكلام ده. وجيت انت مثلا اشتغلت بقى دكتور، او قدرت تشتغل حاجة بتحقق ربح اكبر من الدخل اللي كان والدك بيحققه، اللي هو الدخل المحدود بتاع المرتبات بتاعت الوظيفة. فانت تعتبر كده عليت شوية على المستوى بتاع الاب والام. جميل كده؟ جميل. طيب ايه دخل بقى العائلات اللي هم عائلة والدك وعائلة والدتك في الموضوع ده وحبهم وكرههم ليك؟ المواضيع دي بتمشي كالتالي. بيمشي دايما انت موقفك ايه من عائلة والدك وعائلة والدتك، والعائلات التانية كل عائلة تانية بتشوفك في موضوع ايه. يعني مثلا زي ما ضربنا المثال اللي هو بتاع الاب اللي كان مثلا وظيفة معينة وابنه اشتغل نفس الوظيفة، فده التكوين العادي. لو كان بقى الابن نزل شوية، يعني الاب مثلا كان دكتور او كان ضابط او كان مهندس، والابن معرفش يخش كلية من كليات القمة، وظيفة عادية مثلا ايا كان، مش هنقول اسم معين، ولكن مش كلية من كليات القمة، فكده بيتنظر ليه ان هو ما قدرش يحقق المستوى اللي هو الافريج بتاع الاب والام، وهو نزل عنه. تمام؟ نيجي بقى للعائلة التانية، سواء عائلة امك او ابوك. احنا قلنا بقى ان انت افصل ما بين اللي هم عائلة امك ولا ابوك. لو كان ابن خالتك ولا ابن عمتك ده هو بقى العكس، اللي هو مثلا كان ابوه موظف عادي وقدر ان هو يوصل لمرتبة او وظيفة اعلى من وظيفة الموظف ودخلها اكبر، فبالتالي هو قدر يعمل التفوق بتاع العائلة. ده مش هيكرهك، لان هو شايفك انت فاشل بالنسبة له، انت ما حققتش الافريج اللي كنت المفروض توصله. طب لو انت المفروض بقى ابوك دكتور او ابوك ظابط وانت طلعت زيه دكتور او ظابط، يبقى انت كده ماشي في الافريج، فبرضه مش هتبقى مكروه. امتى تبقى مكروه؟ مش لما انت تعدي المستوى بتاع عائلتك، لما انت تعديه والتاني ما قدرش يعديه. لو هو بقى كان ابوه بقى ظابط ولا دكتور وهو ما قدرش يخش الكليات دي واشتغل وظيفة اقل، فيبتدي يشوفك ان انت الامتداد بقى بتاع العائلة اللي احنا قلناه في الاول، انت امتداد بيزيد عن اللي قبليه. فبالتالي بقى لو وقفنا على ارضية واحدة، ما بنتكلمش بقى على العائلات، لان زي ما اتكلمنا ان عائلتك كان ابوك بيشتغل حاجة وامك مثلا كانت من عائلة معينة وكل الكلام ده، انت بتزيد عليه ولا بتقل؟ فطالما انت بتزيد تبقى انت مكروه، مش ان انت بتزيد وهو بيزيد يبقى انتوا الاتنين بتزيدوا يبقى انت مش مكروه. الموضوع دايما قايم على فكرة هو بيعلى عن المستوى بتاع اهله ولا ما بيعلاش. موضوعها كذلك ما بيبقاش مرتبط بموضوع الوظائف والكليات وبس. يعني انت مثلا لو كان ربنا كرمك وابوك اصلا من عيلة غنية، يعني ابوك مثلا زي ما بنقول مثلا بدأ من الصفر وراح مثلا اشتغل في دولة خليجية وعمل ثروة ورجع بقى ليه بيت وبقى ليه استثمارات وليه وظيفة كويسة، يعني محققة دخل كويس، فانت اتولدت اصلا في عيلة غنية. طيب ما بيبقاش ده السبب في كرهك خالص. انت عارف انت ممكن تكون مولود في عيلة غنية والناس بتحبك ليه بقى؟ لان هم هيقارنوك بابوك. ابوك بدأ من الصفر زي ما بنقول من الصفر خالص، وراح اتمرمط واشتغل وحوش ورجع عمل الثروة دي، ولكن انت دخلت بقى جامعة خاصة وجامعة كويسة جدا وعايش في نفس مستوى ابوك، ولكن انت مش محقق اعلى من اللي ابوك عمله، لان ابوك بدأ من الصفر. انت كده بادئ من مستوى اللي ابوك وصل له، فانت بادئ المستوى مثلا من 5 6 10، يعني من مستوى عالي مش من الصفر.
فبالتالي انت ما بتتفوقش على ابوك، انت عايش في نفس مستوى ابوك. صحيح بقى انت عايش في عيشه كويسه، بتتعلم تعليم عالي، معاك عربيه كويسه وكل حاجه، ولكن عمرك ما هتتكره. ليه؟ لان انت برضو ما تفوقتش على الجيل اللي قبليك. امتى بقى تبتدي تتكره؟ لما انت تتفوق على الجيل اللي قبليك، يعني تعمل حاجه ما عملهاش عائلتك، بتوصل لمستوى اعلى، وفي نفس الوقت اللي هيكرهك اللي ما قدرش يعلى على مستوى ابوه. تيجي الخلاصه هنا ان هي ملهاش علاقه بعيله الام او عيله الاب، ليها علاقه بالاسره نفسها. الاسره دي ابوهم وامهم كانوا بيشتغلوا ايه، والابناء هل هم في نفس المستوى، في نفس المتوسط بتاع العائله، ولا زادوا؟ لو زادوا يبقى هم في صيف عمرهم ما هيكرهوك. لو نقصوا يبقى هيبتدوا يكرهوا الناس اللي هم العائلات اللي في نفس سنهم، ولاد خالاتك ولاد عماتك اللي في نفس سنهم، ولكن الناس دي اللي قدرت تزيد، مش اللي عايشه في نفس المستوى. يعني لو هو انت فضلت عايش في نفس مستوى اهلك، هيقول ما طبيعي، ما ابوه غني وانا اهلي كانوا فقراء، فهو عايش في نفس المستوى. لو حتى اشتغل في شغلانه بتحقق نفس الدخل بتاع ابوه، فيقول لك عادي بقى، ابوه كان دكتور، ابوه كان مهندس بيكسب مرتب معين، فده طبيعي. لكن يوم ما انت تبتدي تعلى وهم ما يعلوش، هنا بيبتدي يتوجه الكره، لان هنا بتتنظر ليك ان انتوا بداتوا كلكم من ارضيه واحده وانت تفوقت عليها. وهنا تبقى عارف بالظبط انت موضعك فين من العائله. مش بقول ان الكلام ده عشان يبني خلاف ما بين العائلات وكده، ولكن عشان يبقى معرفك بالظبط مين بيحبك ومين مستكتر عليك بعض النعم، حتى لو هو مش ظاهر عليه، ولكن انت لازم تبقى عارف ما بينك وبين نفسك، مش عشان حاجة، ولكن الحذر والحيطة والاحتياط والتعامل. حتى يكون التعامل ازاي مع حد انت ممكن ما تكونش شايف ان هو بيكرهك او مستكتر عليك نعمة معينة، يبقى التعامل معاه بشكل ما يستفزوش اكتر، بحيث ان هو ما يطلعش حاجة مثلا بشكل سيء، لان الكلام ده وارد. في الاخر احنا بشر، والحب والحقد والحسد كل الحاجات دي موجودة في جيناتنا وبتحصل. فبالتالي انت لما تبقى عارفها بتبتدي تقنن او تعدل من سلوكياتك مع حد انت ممكن تشك فيه من الكلام اللي انا قلته ده كله. اتمنى المعلومات تكون عجبتك، ولو عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعمل لها سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجايه. شكرا.